احلى زملكاويه في الدنيا يا عم. النهارده جايين نتكلم على ماتش الاهلي. ماتش الاهلي ده اهم ماتش في الموسم. انا عايز افنش الدوري بماتش الاهلي، عايز افنش الدوري بماتش الاهلي. ليه؟ لانه اهم ماتش نسبيا، هيبقى فارق معاك، يبقى خلصت الدوري، خلاص انتقلت لحته الكونفدراليه، بقيت يا في بال واحد بمعنى صح. فلازم تخلص ماتش الاهلي، ماتش الاهلي لازم تخلصه. لان انت كان عندك امبارح وقعدت تتعرجن ومش عارف ايه. المهم المباراة وخلصت خلاص، تعادلنا، اتكلمنا ما اتكلمناش، الكلام مش هيغير النتيجة. عايز اخش ماتش الاهلي ابقى ضاغط، ابقى مستحوذ، ابقى انا اللي عايز اسجل، مش وما اسجلش وانام. يعني يا ريت كل اللعيبة اللي هتنزل تلعب في الماتش ده ما سجلش وانام على الجوان. مش عايز كده، مش عايز زي ماتش الدور الاول. انت ماتش الدور الاول حرفيا كنت ماسكه غسيل ومكوى، بس في للاسف انت قعدت نايم على الجوان، راكن على الجوان، كنت عايز تفوز 1-0 بالعافيه. طب ليه؟ ما انا بامكاني ان انا اسجل واحد واثنين وثلاثه واربعه واريح دماغي واعمل ماتش وخلاص وخلصت منه وابقى خدت الدوري. فهو ده اللي عايز اتكلم فيه في الحلقه بتاعت النهارده. لازم وبشكل رسمي الزمالك يبقى نازل ضاغط وعايز ياخد الماتش، لان احنا مش عايزين اي هفوات تاني، مش عايزين اي نقط تضيع تاني في الفترة الجاية، لان انت كده اعتبر منافسك بيراميدز، تمام، وهتدي فرصة للاهلي انه يرجع عليك. فهي الحتة اللي انا بحكي فيها دي، لازم الاهلي ما يفوزش على الزمالك الماتش الجاي بشكل رسمي. انت محتاج 6 نقط في ال3 مباريات الجايين اللي هم سموحة وسيراميكا والاهلي. قول هتاخد 3 نقط من الاهلي وهتاخد 3 نقط من سموحة. ماتش سيراميكا ممكن تلعبه تحصيل حاصل، اللي هو ماتش احتفالك بالدوري. فهي دي الحتة اللي الواحد عايز يتكلم فيها. ولازم لعيبة الزمالك تسترجل، مش عايزين نضيع كل المجهود اللي عملناه على مدار الموسم عشان مباراة واحدة وفريق إمكانياته محدودة زي الأهلي. يعني احنا شايف إن الأهلي إمكانياته محدودة السنة دي، واللي مختلف معايا يطلع يقول لي. الأهلي بإمكانياته محدودة فعلا، لأن الأهلي حاليا متلطش من جميع الاتجاهات. في الدوري متلطش، كأس العالم من الأندية تلطش، أفريقيا تلطش، كل الناس ماسكة الأهلي غسيل ومكوى. فما تيجي مش هتيجي أنت عاد تبوظ كل اللي عملته عشان ماتش معفن ملوش أي 30 لازمة. غلطات زي بتاعت خوان بيتزيرا امبارح. مش عايز أتكلم عن ماتش امبارح لأنه بصراحة ماتش زفت، ماتش زفت، وأنا مش مبسوط خالص بالماتش بتاع امبارح ده. لأن كذا كورة ضاعت مننا وحسيت إن اللاعيبة عندها رعونة كده. ولكن مش مشكلة، مش مشكلة، تعادل أحسن ما تتغلب. رغم إن إحنا كنا هيجي فينا كام يوم امبارح كويسين يعني، لسه الحمد لله اتسترت. آخر حلقة متنساش دعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان تتابع معنا كل الماتشات أول بأول.